السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى ثانوي، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك مستر أحمد عبد الفتاح، والنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض في الفيديو ده أهم 13 مسألة بتتكرر في النماذج وفي المحافظات هندسة أولى ثانوي ترم أول 2024. فلو أنت أول مرة تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. موجود على القناة هنا مراجعات جبر وحساب مثلثات، وموجود حل المحافظات كلها. فلو انت اول مره تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو اللي هتسمعه ده حالا، ويلا بينا نبدا. اول مساله معانا مساله جميله جدا، بتقول اذا كان ا باء مماس للدائره م، فان طول قطرها يساوي كام؟ قطرها اللي هو من اول هنا لحد هنا، فانت محتاج تجيب نص القطر عشان تجيب القطر كله. طب مديني معلومه تانية ان التلات اضلاع دول قد بعض، الشرطه دي زي دي زي دي، كلهم زي بعض ومفيش ولا واحد موجود. كمان حاجه هنا، المماس ذات نفسه طوله 5 جذر 3 سم، احنا عاوزين طول القطر، هنعمل ايه؟ تعال نبص معايا كده. ده مش موجود هفرضه السين، وده مش موجود هفرضه السين، وده مش موجود هفرضه السين. يبقى انت القاعدة اللي عندنا ان المماس تربيع اللي هو أ باء تربيع، تمام، بيساوي جزء في كل، بيساوي أ ج اللي هو الجزء في أ د اللي هو الكل، تمام. يبقى 5 جذر 3 ده المماس تربيع بيساوي الجزء اللي هو س في كله على بعضه، س وس وس 3 س. طيب تعال نفك دي كده بالآلة، هتبقى 25 في 3 ب75 تساوي 3 في س 3 س نقسم هنا على ال3 ونقسم هنا على ال3، هيروحوا مع بعض، يبقوا هنا 75 على ال3 فال25 بيساوي س. يبقى إذا يا جماعة السين هتساوي 5 عشان جذر ال25 كام؟ 5. ده أول حاجة. طب يبقى ده ب5 سنتي وده ب5 سنتي. احنا عايزين طول القطر، طول القطر كله. طول القطر هيديني كام؟ هيديني 5 زائد 5 هيكون 10 سنتي. السؤال التاني معانا بيقول فيها الشكل المقابل س تساوي نقط. لو احنا بصينا هنا الوتران متقاطعان في داخل الدائرة، وهنا هاء في المنتصف، يعني هاء في قصدي داخل الدائرة. فهنا القاعدة اللي همشي عليها بقول هاء ألف في هاء باء يساوي هاء جيم في هاء د. طيب هاء ألف بكام؟ هاء ألف بس زائد 1 في هاء د. هاء د، آسف عشان نمشي بالترتيب. هاء ألف، هاء ألف 4 في هاء باء 6 هيساوي هاء جيم س زائد 1 في هاء د س ناقص 1. تعال نبدأ بقى ونشتغل كده. 4 في 6 ب24. هنضرب السين دي هنا مرة وهنا مرة. س في س تربيع، س في 1 بس سالب س، 1 في س بس، 1 سالب 1 ب1، يبقى 24 هتساوي الس موجب تروح مع الس سالب، يفضل لي هنا س تربيع ناقص 1، هودي دي بعكس الإشارة، يبقى 24 زائد 1 تساوي س تربيع. يبقى س تربيع بيساوي 25، يبقى السين بس هتساوي 5. يبقى قيمة السين يا جماعة هتكون ب5 سنتي. ده المثال التاني معانا. المثال التالت معانا بيقول في الشكل المقابل محيط المثلث أ باء د يساوي كام؟ أ باء د اللي هو ده. عشان تجيب محيط المثلث ده لازم تجيب الضلع أ د. انت معاك أ باء ودي باء د، أ د بقى. فأول حاجة هنعملها هنا إن احنا هنقول بما أن أ د منصف داخلي، ده منصف داخلي يا جماعة. يبقى إذن أ باء على أ ج بيساوي باء د على د ج. أ باء 27 على أ ج 15 يساوي باء د 18 على د ج. يبقى د ج ده هيساوي 15 في 18 على 27، وتحسب بقى كده هنلاقيها هتطلع معانا 10. هنقول 15 في 18 على 27 وتطلع معانا كام؟ 10. يبقى أنا هنا طلعت أ د ده بكام سنتي؟ 10 سنتي، أو د ج آسف ب10 سنتي. فاضل نطلع طول مين؟ طول أ د. يبقى نقول أ د بقى هتساوي ايه؟ جذر، وهتضرب النسبة دي ببعضها ناقص النسبة دي ببعضها، يعني 27 في 15
ناقص 18. 18 في 10. هتجيب الآلة تاني اهو، وهتعمل بقى كده جذر 27 في 15 ناقص 18 في 10، وهتشتغل يلا هتطلع معاك 15. يبقى هنا هيطلع 15 سنتي. جميل جدا. طيب انا عايز بايه بقى من السؤال ده؟ انا مش عاوز الف ده، انا عايز محيط المثلث. يبقى محيط المثلث الف ب د هيساوي مجموع اطوال اضلاعه اللي هي 27 زائد 18 زائد 15. هتجيب ادي الآلة الحاسبة وتقول 27 زائد 18 زائد 15 يساوي، هتطلع معاك 60. يبقى ده هتطلع 60 سنتي. وصلنا للسؤال الرابع، بيقول في الشكل المقابل واو باء يساوي كام؟ لو وصينا هنا واو د ب4 وده الهاء ب5، واو باء مجهولة وباء ج ب9. هنا يا جماعة وتر ده تقاطع مع الوتر ده خارج الدائرة في النقطة، فالقانون بتاعنا يبقى جزء في كل. واو د في واو هاء يساوي واو باء في واو ج. واو د 4 في كله على بعضه 9 يساوي واو باء ده مش عارفينها، تبقى مثلا س، هنفرض ان هي س في كله على بعضه س زائد 9. الأربعة في في 9 ب36 يساوي س في س بس تربيع، س في 9 ب9 س. هنعدي 36 بعكس الإشارة هنا كده، يبقى س تربيع زائد 9 س ناقص 36 هتساوي 0. هنفتح قوسين ونحلل. س تربيع س في س إشارة سالب وإشارة موجب. 36 3 في 12، الكبير 12 والصغير 3، يبقى السين هنا ب3 والسين هنا بسالب 12. طيب يبقى هنا قيمة السين 3 وقيمة السين هنا سالب 12، يبقى احنا نقول السين هنا هتساوي 3. ناخد الموجب. وصلنا للمثال الخامس، بيقول في الشكل المقابل إذا كانت ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث. ميم اللي هي النقطة دي يا جماعة اهو، ميم هنا متوسطات المثلث أ ب ج، فإن س ناقص ص تساوي كام؟ لو وصينا هنا دي س زائد 5 وهنا 4 وهنا 8 وهنا 2 ص، فهو عايز السين وعايز الصاد وطرحهم من بعض. فأنا أول حاجة هعملها هعمل عمل هنا، هوصل لنا دول ببعضهم كده، هوصل دي بدي كده تمام. وخد بالك دي ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث. خد بالك ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث دي لها معنى كنا واخدينه زمان في الإعدادي. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منهما، ونقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منهما، أي تقسم كل منها بنسبة كام لكام بقى يا جماعة؟ 1/2 أو 1/2 من جهة القاعدة. 1/2 من جهة القاعدة، يعني هنا 1 وهنا كام؟ 2، من هنا لهنا كده. هنستفاد من الموضوع ده في ايه؟ بص بقى، هنشتغل المثلث ده لوحده. هنا في توازي، هنقول هنا ميم هاء هيوازي ميم هاء ده كده هيوازي واو ج. طيب يبقى إذن ألف ميم على ميم واو يساوي ألف هاء على هاء ج. ألف ميم 2 على 1 بيساوي س زائد 5 على 4. نعمل طرفين في وسطين، 2 في 4 ب8 يساوي 1 في س بس، 1 في 5 ب5. هودي ال5 هنا، يبقى السين هيساوي 8 ناقص 5 يساوي 3، يبقى السين بتساوي 3. طيب دي أول نقطة. النقطة التانية هناخد المثلث ده كده، نقول هنا بما أن د ميم يوازي باء واو، ده كده يوازي ده تمام. ايه بقى اللي انا هستفاده ان 8 على 2 صاد بالمثل يعني بتساوي 2 على 1
8 في 1 ب8، الاتنين صاد في 2 ب4 صاد، هقسم على 4 هقسم على 4، يبقى صاد بتساوي 8 على 4 فيها الاتنين، يبقى انا طلعت قيمة الصاد بكام؟ ب2. س ناقص صاد يعني 3 ناقص 2 هيديني كام؟ هيديني 1. دي فكرة جميلة جدا، فكرة أوائل طلبة، فكرة مهمة خالص. وصلنا يا جماعة في رقم 6، بتقول أ ب وأ ج مثل الدائرة م، وقياس القوس ب ج 140، وقياس القوس ب ج الأكبر بيساوي 3 س زائد 10، وقياس زاوية أ بصاد فإن س زائد صاد. عامة بصوا معايا كده للدايرة دهيت، الدايرة دي كلها كام درجة؟ كلها 360 درجة، فيها قوس صغير ب140 وفيها قوس كبير ب3 س زائد 10. فهنا بنقول ايه بقى؟ هنقول هنا 140 زائد 3 س زائد 10 هيساوي 360. 140 و10 ادي 150 زائد 3 س بيساوي 360. وادي دي بعكس الإشارة، يبقى 3 س بتساوي 360 ناقص 150. يبقى 3 س بتساوي 360 ناقص 150، 0 ناقص 0 0، 6 ناقص 5 1، ادي 2، 210 على 3 على 3، يبقى الس بتساوي 70. يبقى الس هنا بتساوي كام يا جماعة؟ بتساوي 70. تمام. نيجي هنا بقى، انا عندي هنا انا طلعت ايه؟ قيمة السين. حط السين بقيمتها، يبقى عندك هنا 3 في 70 زائد 10. 3 في 70 ب210، 210 و10 يبقى 220. يبقى القوس الأكبر ب220 اللي هو ده، والقوس الأصغر 140. الصاد دي تمثل الزاوية، عبارة عن نص القوس الأكبر اللي هو 220 ناقص القوس الأصغر اللي هو 140، يبقى الصاد هتساوي نص، ونطرح دول من بعض كده 80. نص 80 يبقى الصاد بتساوي 40. يبقى قيمة الصاد بكام يا جماعة؟ ب40. هو هنا المطلوب س زائد صاد، فأقول له 70 زائد 40 هيطلع 110 درجة. وصلنا المثال رقم 7 اللي بيقول في الشكل المقابل س تساوي نقط. لو بصينا في الشكل المقابل كده مديني أ د ب2 جذر 6، وج د بس زائد 1، ود ب بس ناقص 1. القانون اللي هنا اللي أنا هستخدمه اللي هو أ د تربيع بيساوي ايه بقى؟ بيساوي د باء في د ج، او د ج في د باء، ابدالية عادي. طب هو أ د بكام؟ أ د ب2 جذر 6 الكل تربيع بيساوي س ناقص 1 في س زائد 1. طب هنا 2 في 2 ب4، ال4 في 6 ب24، س في س تربيع، وس في 1 بس، سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في سالب 1 ب1. تمام. تعال نشتغل بقى كده، هنشيل دي مع دي، يبقى ال24 بتساوي س تربيع ناقص 1. نودي الواحد بعكس الإشارة هنا، يبقى 24 1 25 بتساوي س تربيع. يبقى اما تكون الس تربيع بتساوي 25، يبقى قيمة الس بس 5 سنتي. يبقى انا اقول له هنا الس قيمتها 5 سنتي، مفيش اطوال بالسالب، فاحنا هنختار الموجب، عشان هنا اصلا عشان واحد يقول لي يا مستر الس موجب او سالب 5. تمام، بس انا هنا هاخد الاطوال بالموجب، يبقى الس بتساوي 5. وصلنا لرقم 8 بتقول مستطيلان متشابهان بعد الاول 12 سنتي و8 سنتي. البعد يا جماعه اللي هو الطول والعرض، ومحيط الثاني 60، فان طول الثاني يساوي كام؟ بص انا ممكن ارسم لك رسمه كده كتوضيح بس للمساله عشان تتابع معايا اهو. تمام اهو، الاول الابعاد بتاعته دي 12 ودي 8، حلو. والتاني المحيط بتاعه 60، بس مش عارفين ولا الطول ولا العرض. تمام، فهو هنا طالب منك طول الثاني، فلو بصينا كده نقدر نجيب محيط الاول. نقول المحيط الاول هيساوي محيط المستطيل عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطول زائد العرض في 2، 12 زائد 8 في 2، 20 في 2 ب40. يبقى المحيط هنا 40 والمحيط هنا 60، ومعايا هنا الطول وهو عايز الطول التاني ده. فهنقول ايه بقى؟
القاعدة كانت بتقول محيط الأول على محيط الثاني، يعني المضلع الأول على المضلع الثاني، بتساوي النسبة بين ضلعين. ده 12 ونقول هنا مثلا س، اللي هو طول التاني ده نقول س. فتعالى نعوض مع بعض كده. هيبقى عندك محيط الأول 40، محيط التاني 60، نساوي 12 على س. السين بقى يا جماعة هتساوي 12 في 60 على 40. 12 في 60 على 40. هتجيب الآلة وتضرب بقى وتشيل الصفر مع الصفر، يبقى 12. لو احنا اختصرناها مع نفسنا كده ممكن نحسبها كالآتي. ثانية واحدة. هنشيل الصفر مع الصفر كويس، على 4 في الواحد على 4 في 3، 3 في 6 ب18 سنتي. يبقى الطول هنا يا جماعة هيكون كام سنتي؟ 18 سنتي. وصلنا رقم 9، بتقول إذا كان المثلث أ ب ج يشبه المثلث س ص ع، وكان 3 أ ب بيساوي س ص، فإن مساحة المثلث أ ب ج إلى مساحة المثلث س ص ع تساوي كام؟ أول حاجة التشابه ده معناه إن أ ب على س ص بتساوي ب ج على ص ع تساوي أ ج على س ع. هو بقى مديني النسبة، بيقول لي 3 أ ب بتساوي س ص. دي معناها ايه؟ معناها أ ب على س ص، أ ب على س ص يساوي هنا في 1 على 3، يبقى 1 على 3. طب هو بقى عايز مساحة لمساحة، يعني عاوز مساحة المثلث أ ب ج على أو إلى هي مساحة المثلث س ص ع. فمساحة على مساحة بتساوي ضلع على ضلع الكل تربيع، فهتساوي هنا أ ب على س ص الكل تربيع، لأن القاعدة بتقول مساحة، عايزك تحفظ دي، على مساحة بتساوي ضلع على ضلع الكل تربيع. تمام خالص. طيب هنا تبقى 1 على كام؟ 9 أو 1 على إلى 9. دي هي موجودة في الاختيارات، 1 إلى 9. رقم 10 يا جماعة بيقول فيها الشكل المقابل س ص بيساوي كام؟ لو احنا لاحظنا هنا ده توازي، المستقيم ده يوازي المستقيم ده يوازي المستقيم ده، فده باين عليه كده ان هو من الشكل بتاع نظرية اسمها نظرية تاليس. لما يكون عدة مستقيمات متوازية يبقى دي نظرية تاليس. وطالما نظرية تاليس يعني أ د بيوازي ب ه بيوازي ج واو. تمام، ده بيوازي ده بيوازي ده. فإذا أ ب على د ه هيساوي ب ج على ه واو. حلو. أ ب ده س، د ه 4، ب ج 5 على ه واو ص. لو عملنا طرفين في وسطين هتلاقي هنضرب السين في الصاد يبقى س ص، والأربعة في 5 ب20. يبقى معنى ذلك س في ص بيساوي كام؟ 20 سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع، لأن دي سنتي في سنتي بسنتيمتر مربع. وصلنا المسألة رقم 11 اللي بتقول هنا في الشكل المقابل مثلث أ ب ج يشبه مثلث أ د ه، فإن الس تساوي قد إيه؟ طالما هنا تشابه يبقى إذا أ ب على، هنمشي كده واحدة واحدة. أ ب على أ د تساوي ب ج أو ب ج على د ه يساوي أ ج على أ ه. طيب تعالى بقى هنا نعوض في الحاجات دي. أ ب مش موجودة وأ د مش موجودة، خلاص كده. ب ج ب5 على د ه ب3 تساوي أ ج 3 س زائد 2 على س زائد 4. هنضرب 5 في س زائد 4 ونضرب 3 في 3 س زائد 2. جميل جدا. 5 في س 5 س، 5 في 4 ب20 يساوي 3 في 3 ب9 س، والتلاتة في 2 ب6. 5 في س 5 س، 5 في 4 ب20، 3 في س 3 س، 3 في 2 ب6. هجمع بقى كده السينات مع بعضها والأعداد مع بعضها، يعني هنجيب التسعة اللي هنجيب
الخمسة س هنا وناخد مكانها الستة، يبقى ده سالب ستة، سالب ستة زائد 20 هيساوي 9 س ناقص 5 س. طيب دول كده مع بعض 20 ناقص 6 14 هيساوي 9 س ناقص 5 س، 9 س ناقص 5 س 4 س. ثانية واحدة. تمام، هنقسم على الأربعة ونقسم هنا على الأربعة، يبقى هنا س هتساوي 14 على الأربعة. هنختصرها على الاتنين في السبعة، على الاتنين في السبعة، على الاتنين في الاتنين، يبقى إذا السين هتساوي 7 على الاتنين، دي قيمة السين. وصلنا لرقم 12 بتقول مضلعان متشابهان النسبة بين طول ضلعين متناظرين فيهما 3 إلى 4، فإذا كان محيط المضلع الأصغر 15 فإن محيط المضلع الأكبر يساوي نقط. في قاعدة بتقول محيط الأصغر أو المضلع الأصغر على محيط المضلع الأكبر تساوي كام على كام؟ بتساوي ضلع على ضلع، بمعنى محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع. طيب محيط الأصغر 15 على محيط الأكبر يساوي النسبة بينهم اللي هي 3 على 4، يبقى محيط الأكبر هيساوي 15 في 4 على 3، 15 في 4 على 3، 15 في 4 ب60، 60 على 3 فعل 20، يبقى هتساوي هنا 20 سنتي، يبقى محيط الأكبر 20 سنتي. وصلنا رقم 13 بتقول في شكل مقابل س بيساوي ايه؟ تقاطع هنا في نقطة واو، هنا ج د وألف باء يتقاطع في نقطة واو. إذا واو، نبدأ من واو هنا، ألف في واو باء بيساوي واو ج في واو د. تمام، تعال نبدأ بقى. واو ألف بكام؟ ب5 ظا هاء، في واو باء 2 ظا هاء بيساوي واو ج 2 في واو د س، دي 5 ظا هاء في 2 على الزاطة مقلوبها ظا أو الظا مقلوبها زاطة بيساوي 2 س. بص بقى الاختصار اللي أنا هعمله، هختصر لك الظا مع الظا، يفضل 5 في 2 ب10 بيساوي 2 س. نقسم طبعا على 2 على 2، يبقى إذا السين هتساوي 10 سنتي، 5 سنتي آسف، يبقى قيمة السين هتكون 5 سنتي. كده يا جماعة يبقى وصلنا لنهاية المراجعة بتاع النهاردة. جمعت لك أهم 13 مسألة موجودين في منهج الهندسة، أتمنى تكون المسائل ديت عجبتكم. كمان هنوه على جروب تليجرام، حاول تنضم ليه بسرعة لأن أنا بنزل فيه مراجعات وبنزل فيه ورق مراجعة مهم جدا، هتستفاد منه بجد. جروب مجاني مفيهوش أي حاجة، وكمان لو أنت عاوز تتواصل معايا هيكون من خلال جروب التليجرام ده، هنزل فيه ورق الشرح اللي أنت شايفه ده. كل فيديو بعمله ورق الشرح ده بنزله في جروب التليجرام. كمان بتعرف منه اخبار المراجعات اول باول، فانصحك تنضم لجروب التليجرام اللي موجود في وصف الفيديو ده علشان تتابع معايا باقي المراجعات. كمان انا نزلت اهم المسائل في الجبر، ونزلت على القناه دلوقتي حالا اهم المسائل في حساب المثلثات، ففي 3 فيديوهات مهمين، اهم 8 مسائل جبر، اهم 6 مسائل حساب مثلثات، واهم 13 مساله هندسه. حاول تجمع ال3 فيديوهات دولت وتكتب المسائل بتاعتهم، مصدقني مش هيخرج عنهم الامتحان. اشوفك على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة.